أبرز اللاعبين اللي صفقوا لهم جماهير الخصم. اللاعب الأول مارادونا بسنة 1983 من كان لاعب البرشلونة. بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو صفقوا له جمهور ريال مدريد. واللاعب الثاني رونالدو الظاهرة بسنة 2003 كان لاعب النادي ريال مدريد، فبمباراة ضد نادي مانشستر يونايتد صفقوا له جمهور مانشستر يونايتد. واللاعب الثالث رونالدينيو بسنة 2005 هم كان لاعب البرشلونة وهم بمباراة الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو صفقوا له جمهور ريال مدريد. واللاعب الرابع الرسام انيستا بسنة 2015 بمباراة الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو صفقوا له جمهور ريال مدريد. واللاعب الخامس ديل بيرو بسنة 2008 من كان لاعب النادي يوفنتوس بمباراة ضد نادي ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو هم صفقوا له جمهور ريال مدريد، ما شاء الله كلها ريال مدريد. واللاعب السادس توتي بسنة 2016 ويا روما هم بمباراة ضد نادي ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو هم صفقوا له جمهور البرنابيو. واللاعب السابع ليو ميسي بسنة 2019 ويا برشلونة صفقوا له جمهور ريال بيتيس لان بوقته سجل عليهم هدف خيالي. واللاعب الثامن الدون كريستيانو رونالدو بسنة 2018 صفقوا له جمهور يوفنتوس لان بوقته سجل هدف، انا من وجهة نظري اجمل هدف بتاريخ دوري ابطال اوروبا. وبعد هواي لاعبين صفقوا لهم جماهير الخصم، مثلا لوكا مودريتش بكل ملاعب الخصوم الجمهور يصفق له. وتشافي صفقوا له جماهير اتلتيك بلباو. ولامبارد كان لاعب مانشستر سيتي فصارت مباراة ضد فريقه السابق تشيلسي فصفقوا له جماهير تشيلسي. وتشابي الونسو من كان لاعب النادي بايرن ميونخ صارت مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو فصفقوا له جمهور ريال مدريد. وبعد هواي اكو لاعبين فرضوا احترامهم على جماهير الخصم.